بما إننا داخلين على موسم العزومات والأعياد، طبعا المحشي أساسي على سفرتنا. هنعمل بقى خلطة محشي بطريقة تقليدية من بتاعة زمان، على أصوله اللي بيكون فيها الطماطم كده متسبكة قوي وتقيلة، من غير أي توابل كتير تغير طعمه، بطريقة جدتي اللي كانت بتعمل أحلى محشي، كانت ريحته تجيب آخر الشارع. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. في حلة بقى هننزل بحوالي ربع كوباية زيت، وهنزل عليهم بأربع بصلات أنا فرماهم في الكبة. بس زي ما كنت بوريكم في أول الفيديو، الفرم مش ناعم، أنا عايزاه متقطع كده حتت كبيرة. وكمان كنت مقطعة معاهم فلفل أخضر حلو، لو انت عايزة تحطي فلفل حراق حطي، بيدي طعم حلو جدا للخلطة. هنقلب بقى هنا لحد ما نوصل للون الذهبي. انا عارفة ان الخطوة دي في ناس كتير هتعترض عليها، بس انا هقولك اعمليها وجربيها وشوفي هتفرق جدا في طعم وريحة المحشي. هنزل بقى بحوالي 3 معالق من الخضرة اللي انا مقطعاها، واقلبهم مع البصلة لحد ما الريحة بتاعتهم تطلع. انا الباقي بسيبه فريش عشان نحس بطعمه وقت الاكل. بعد كده ما قلبتهم وريحتهم طلعت، هنزل عليهم بقى بصلصة الطماطم. عايزة اقول لكم ان لازم احط الصلصة قبل ما احط الطماطم، لازم الصلصة تستوي على النار. اول حاجة تطلع الزيت والمواد الحافظة بتاعتها، تاني حاجة لازم الصلصة تتطبخ عشان يبقى طعمها احلى وما تبقاش لزعة كده، يعني تسيبيها تاخد وقتها كويس جدا على النار. بعدين هنزل بمعلقة سكر عشان تعادل حموضة الصلصة والطماطم، وبرضه هفضل اقلب، لسه الصلصة بتاعتي مطلعتش الزيت بتاعها. عايزة أقولك لو أول مرة تشوفيني، روحي اعملي اشتراك للقناة بتاعتي، ولو الفيديو عجبك لو سمحتي لايك وشير. هنا بقى لما الزيت بتاع الصلصة طلع، هبتدي أنزل بعصير الطماطم اللي أنا ضرباه في الخلاط. بس هنا الطماطم بتاعة المحشي ما بنضربهاش في مية كتير، وكمان مش بنصفيها. بعد بقى ما هقلبها هنيجي للخطوة المهمة جدا، إن احنا نحط التوابل بتاعتنا. اول حاجة هحط معلقة كمون صغيرة ومعلقة كزبرة كبيرة، وكمان هحط فلفل اسود، وكمان هحط الملح. انا هنا بهرت في الاول، وطبعا لما هاجي احط الرز والخضرة بتاعتي هدوق لو محتاجة بهارات تانية. حطيت مكعب ماجي وده اختياري، يعني جربيه برضو بيدي طعم كده، لو مش حباه ما تحطيهوش، مش هتفرق خالص. قلبت بقى كل ده وهسيبها تتسبك على النار لحد ما كل السوائل بتاعة الطماطم والصلصة تتبخر، وهو ده القوام اللي احنا عايزينه، قوام تقيل ولونه غامق. نيجي بقى نعمل خلطة المحشي. انا هنا الكرنباية بتاعتي كانت هتاخد حوالي 3 كوبايات رز، ونزلت عليهم بالخضرة الفريش اللي انا مقطعاها. من ضمن الحاجات اللي بتفرق جدا في طعم اي محشي ان لازم الخضرة تكون فريش، يعني ما تجيبيهاش وتقطعيها وتحطيها في الفريزر، بجد مش هتديكي الطعم خالص اللي انت عايزاه. الخضرة الفريش بتفرق جدا في طعم المحشي. انت ممكن تزودي شوية في التسبيكة وتشيليها في الفريزر، اي وقت عايزة تعملي محشي تطلعي التسبيكة وتحطيها على الرز والخضرة بتاعتك. انا هنا بقلب التسبيكة بتاعتي مع الخضرة والرز. هتلاحظوا ان انا منزلتش بكمية التسبيكة كلها ولا الخضرة كلها، لان طبعا احنا عارفين ان اوقات مقادير المحشي بتتعمل كده من غير معايير مظبوطة يعني. فانا بفضل ابص على لون الخلطة بتاعتي، لقيتها بقى محتاجة نزلت ببقية التسبيكة، وهنزل كمان ببقية الخضرة. وزي ما قلت لكم هتدوقوا طبعا هنا الحياء، لو لقيتوها محتاجة ملح فلفل كمون زودوا. المحشي الكرنب مش بيتحط له نعناع. انا هنا كانت الخلطه بتاعتي مظبوطه، ما احتاجتش اي حاجه. بصوا لونها، بصوا القوام بتاعها تقيل، ما فيهاش اي سوائل خالص. هنا بقى مراحل يا جماعه اكتمال القمر، حله الكرنب بتاعتنا. انا هنا بوريكم وانا برصها، انا هعمل معاكم المحاشي كلها بالتفصيل وطريقه التسويه، بس انا حبيت اعمل الاساس بتاع اي محشي. خلينا نكون متفقين ان شكل المحشي ولفته مش هو ده المهم، المهم ان الخلطة تكون مظبوطة وطعمها حلو. عايزة اقولك انت لما هتدوقي المحشي بالطريقة دي هتحسي ان انت دقتيه قبل كده، لان دي طريقة زمان بتاعت جدتي وجدتك، هتكوني عارفة طعمها كويس جدا. جربي الخلطة بالطريقة دي هتاخدي نتيجة تجنن، فعلا تنفع جدا لجميع انواع المحاشي. بحبكم جدا، يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وكمان مفيش حد فينا ما مش بيحب المحشي.